رفع أسعار الفايدة للمرة العاشرة وتأثير أسعار الذهب، وآخر أخبار إصدار شهادات جديدة وقرارات هامة وصعبة على الاقتصاد للمرة العاشرة. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق، كله رابط شهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. قرارات هامة وصعبة على الاقتصاد للمرة العاشرة من الفدرالي الأمريكي، حيث يقرر رفع أسعار الفايدة من جديد، حيث تم رفع أسعار الفايدة بمقدار 25 نقطة أساسي كما توقعنا في الفيديوهات السابقة على القناة، حيث وصلت الفايدة من 5% إلى 5.25%. كما ألمحت إلى إمكانية التوقف عن دورة التجديد التصعيدي النقدي، كما أوضح أنه لم تتخذ قرارات بعد بشأن إيقاف أسعار الفايدة، وعلى أثره بدأت الكثير من البنوك العربية برفع أسعار الفايدة بمقدار 0.25%، وذلك بسبب ارتباطها وارتباط عملتها بالدولار. أما بالنسبة للبنك المركزي المصري فاجتماعه القادم الأساسي هيكون في يوم 18 مايو 2023، والذي سوف يقرر فيه أسعار الفايدة الجديدة على حسب التطورات والتصعيدات العالمية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سوف يتم عمل مؤتمر يتم فيه شرح الموقف الاقتصادي بالنسبة لمصر لهذه المرحلة. ويوجد حاليا هدوء نسبي بالنسبة لأسعار الذهب حاليا، ويترقب أسعار الذهب العالمية التي سوف تتأثر تأثير مباشر بسبب رفع أسعار الفايدة من الفدرالي الأمريكي، ومع التوقع بتثبيت أسعار الفايدة الأمريكية في الاجتماع القادم وبداية نزول أسعار الفايدة. فانتظر مننا التقرير القادم. التقرير القادم هام جدا، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهر لك الفيديو القادم.